46 قتيل من هذه الجماعات، بينهم 3 من رؤوس الإرهاب والتطرف، وأغلبهم من يمنيي الجنسية وجزائري الجنسية. اليوم فجرا مصادرنا من غرف عمليات سرية داخل مدينة درنا المختطفة من هذه الجماعات أنها وصل العدد إلى 58 قتيل من هذه الجماعات. هذه الضربات كما قلنا وأسلفنا أنها حققتها أهدافها كانت مباشرة دقيقة جدا، وستستمر بوتيرة الله. هذه الضربات أنا أعتبرها مثل هذه الضربات هي ضربات لظهور هذه الجماعات. هل تسمعنا أستاذ محمد؟ نعم. هل تسمع؟ تفضل استمر في الحديث، نسمعك.